لأن هذا التاريخ حنا كبرنا في الكوكب من المراحل السنية، وحنا ديما كانت ندية بين الدفاع الحسني الجديدي وبين نادي الكوكب المراكشي. أول شي مباراة كانت صعبة على الفريقين. فريق الدفاع الحسني الجديدي جاي أنه يلعب على نقطة، يعني داروا السيستم الجوج ديالهم كان يعني خلقوا لنا بزاف ديال المتاعب، مع اننا خلقنا فرص كثيره، لكن كان شويه دخلنا في التسرع. حنا حاولنا اننا نصبروا اللي كلمنا مع الاطار الوطني محمد الراضي والستاف تكنيك، حاولنا اننا نصبروا وما نضربوش، لان المباراه 90 دقيقه واللاعبين يعني كانوا مركزين، كان عندهم تركيز كبير اليوم، وحاولوا انهم يطبقوا التعليمات. والحمد لله يعني المباراه شويه صعبت في الشوط الثاني، لان حتى الجو ما ساعد، كانت الحراره في الشوط الاول. الشوط الثاني حاولنا جرينا بعض التغييرات، الحمد لله اتت بالاكل ديالها واستطعنا ننتصروا. وتنهدي هذا الانتصار هذا للجماهير المراكشيه، لانهم ما بخلوش علينا من بدايه المباراه لاخر المباراه. وان شاء الله تنوعدوهم اننا ان شاء الله نرجعوا هذه الفرقه للمكانه ديالها الطبيعيه ان شاء الله. وشكرا. انت فريق الدفاع الحسني الجديد راه فريق منظم، فريق كبير، فريق الدفاع الحسني الجديد راه انا من اقوى المباريات اللي لعبت اليوم. راه لاعبين عندهم تجربه، حتى التغييرات اللاعبين اللي نزلوا عندهم تجربه كبيره، لاعبين في البريمير ديفيزيون. ما تغير والو، غير المساله كانت مساله نفسيه. حنا حاولنا نلعبوا، لان انت نعاودوا نقولوا دائما الباساج هذه في الفراقي الكبار كتفقد الثقه. دابا المباراه هذه اشتغلنا الاسبوع اللي فات على اكثر ما هو ديالي. قلنا هذيك المره تكلمنا نزلنا لواحد الباساج هذه. دابا كاين مشكل ثقه، هما نفس اللاعبين اللي فزنا بسبعه ديال المباريات، نفس اللاعبين، لكن جا واحد الباساج اللي فيه كاين شي لاعبين اللي فقدوا الثقه في نفسهم. هذه نقطه مهمه، الناس كلها تتكلم على الاعداد البدني، راه ما عندناش مشكل لا بدني ولا كان عندنا مشكل ذهني، كان عندنا سوء النتائج. لا جمهور لا كلشي تيولي الجهد، تيولي الشك راه كنبداو نقولوا. لان البدني لا نهضروا على البدني راه موضوع كبير اللي ما نبقاوش نتهموا بزاف. انا سمعت نتهموا الاشخاص. المهم البدني اللي معانا انسان فاهم، وانسان يعني عنده تجربه وخدام. جا المدرب جديد عنده طريقه اخرى في الشغل، يعني عطاه ثقه واشتغل. ودابا ومن هنا لقدام ان شاء الله عندنا باقي لنا ماتش ان شاء الله غادي نلعبوا مع نهايه الذهاب، غادي نسرحوا شويه، وعندنا واحد الاعداد خاص باش النواقص البدنيه اللي كاينه غادي نحاول ان شاء الله نتجاوزوها. حنا مع الاداره فعلا في نهايه مرحله الذهاب تكون واحد الجلسه، غادي يكون الرابور، غادي نشوفوا النواقص ديال الفرقه، وديك الساعه ان شاء الله اللي داكشي اللي محتاجينه راه غادي نعاودو نجيبو. انا كشخصيا انا تنعرف اللاعبين، يعني ما خصناش بزاف، خصنا نحاولوا نوضعوا ثقتنا في اللاعبين اللي كاينين، وان شاء الله راه غادي يكون الخير. لان تنعرف انا امكانيات اللاعبين، لان عايش معاهم ودايما معاهم، انه صديق كبير وانسان محترم. تنعاود نحييه انا العمل اللي قام به السير دوان عطى كلشي حقه. لا شفتي راه كاع اللعابه اللي عندنا في الفيكتيف كلشي شهر، ما كان مشكل لا والو. الحمد لله راه كاين غير تنقولوا دائما دازت هذيك المرحله العام فيه لوبا. السير دوان راه عطى كلشي حقه. وهذا نعيم الانسان كان عنده مشاكل، عنده اصابه يعني اصابه صعيبه، ما يقدر حتى يتنفس. عنده امكانيات كبيره، لاعب كبير واخلاق، لان حنا عايشين. عنده اصابه صعيبه التنفس، عنده واحد راكم هنا مهرس له في السير هنا، وكان مسكين تيضغط على راسو وتيلعب. عنده امكانيات ان شاء الله غادي نحاولوا نوظفوا هذيك الامكانيات اللي عنده في مصلحه الفرقه، وحتى الجماهير ان شاء الله غادي تعاونوا، وراه غادي تشوفوا لعاب اخر ان شاء الله.